السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد من قناتنا يومياتي انا وعمتي. يا ريت يا جماعه اللي بيشوفنا لاول مره منساش يعمل لنا لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وبمناسبه المولد النبوي الشريف تنعاد علينا وعليكم يا رب الايام بخير. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله هنعمل مع بعض دلوقتي القشطوطه بتاع المولد، سهله وبسيطه خالص. هنا جبنا سكر، شويه سكر عليهم شويه ميه ومعلقتين جلوكوز، وهتحتاجي كمان معلقتين جيلاتين بودره، وهتدوبهم في ربع كوبايه ميه. يعني حاجه سهله وبسيطه خالص. عايزه بقى تضعفي الكميه براحتك، هي كوبايه الا ربع ميه في الاول وعليها كوبايه سكر. وهنا هي بقى معلقتين جيلاتين هندوبهم. وطبعا احنا حطينا المية بالسكر بمعلقتين الجلوكوز على البوتاجاز، يعني اما يغلوا مع بعض. وهنا دوبت الجيلاتين اهوت. شو ما شاء الله يا جماعه، بصراحه كانت جميله وكان طعمها تحفه تحفه بصراحه يا جماعه، وبكفايه اللي هي ميد ان بيتي، حاجه كده جميله ونظيفه. والجيلاتين يا جماعة متوفر عند العطار، في جيلاتين نباتي وجيلاتين حيواني، اي حاجة عادي اللي تستخدميه. شو هو بيتقول ازاي؟ هنا هو السكر والمية السكر دابوا والميه دابوا والعسل مع بعضهم الجلوكوز. اهوت. اهم حاجه يا جماعه العسل الجلوكوز ده اللي هيعمل المطه اللي في القشطوطه. ايوه بالظبط كده. ده عسل جلوكوز بيتي انا عاملاه يا جماعة، فان شاء الله نبقى نعمله مع بعض. ممكن يا حبيبي اللي عايز يشوفه على قناتنا على الفيس. هنا بقى دوبنا المية بالسكر اهوت بالجلوكوز. تقلبي كده شوية فيهم على نار متوسطة. يا جماعه نبدأ بقى نستمر كده ننزل بالتقليب بالجيلاتين واحدة واحدة كده. لغايه اما السكر يدوب الاول يا جماعه. شوفوا يا جماعة عامل ازاي، بيبقى يتقل كده. اما يتقل كده كده كويس عشان هينجح معانا القشطوطة. شوفوا بقى انتوا بتسموها ايه؟ في ناس قشطوطه وقشطه. قشطة المولد. كل سنة وانتم طيبين يا رب. متنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناة. سهلة يلا يا وبسيطة مامس يلا خالص. قلبي يلا بسرعه. هنقلب بقى. يا دوبك هندوب الجيلاتين كده بالمضرب. وهنحتاج في الخطوة دي يا جماعة مضرب كهربائي، مضرب الخطوه دي يدوي. يا جماعه مهمه جدا، دي اللي هتنجح معانا القشطوطه. اهم حاجه المضرب الكهرباء. بس عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، ما تغلطوش غلطتي وتضربوا في الحلل السيراميك والجرانيت، يعني ما تضربوش بالمضرب الكهربائي فيها لان بوظت الحله بصراحه. هي نست يا جماعه. هنا اصل انا كنت بصور ام همسه ما كانتش معايا، وانا كنت بصور على نفسي وكده. وهمس يا بنت همس كده. همس حرام والله. همس اللي كانت بتساعدك النهارده. هنا وهي سخنه يا جماعه انا بقى ضربت على طول في الحله، بس انت كنت انقليها في طبق تاني بلاستيك واعملي هي احسن. نست يا جماعه نست. المهم تفضلي تضربي حوالي تلت ساعه اهم حاجه، لحد ما تبقى معاكي لونها ابيض تقيل خالص. شفتوا؟ يا ريت لو المضرب ده له حله تظبطي كله ايوه في الحله بالظبط كده. وتسيبيه ايوه عشان ايدك بس ما توجعكيش. هو كان له حله وكده، بس انا نسيت خالص، بوظت هربت الحله، منك زعلانه الحته قوي. دي. في نفس فديكي الوقت يا مبروك. دلوقتي بقى دي يا جماعه جوز هند هنرشه تحت كده. دهنين الاول البايركس ده، مش ده بايركس يا مهمس؟ ده حراري. حراري. دهنينه زيت او سمنه زي ما انت عايزه. وبعد كده تحطي جوز الهند كده طبقه محترمه كده. تقلي كمان شويه ماميس، مش محتاجه جوز الهند ولا ايه؟ انا عايزه اقول لكم يا جماعه القشطه ديت بصراحه انا بحترمها جدا جدا. شفتوا بتبقى عامله ازاي؟ تقيله كده. بصراحه جميله ومش مكلفه خالص. هي سعرها في المحلات بيكون غالي، انت تعملها في البيت بحاجه بسيطه خالص. هي دلوقتي في مش المحلات بحوالي هتكلفها 70، مش الكيلو هتكلفك ب70. 15 جنيه حاجه زي كده. بكفايه ان هي حاجه بيتي كده وحاجه نظيفه. بصوا يا جماعه، انا وهترشوا وهي لسه سخنه كده على فوق جوز طبقه الهند برضو يا جماعه وزبيب جوز هند عشان وزبيب يغطس زي فيه اللي كده. احنا بنشتريها بالظبط. بصوا بقى يا جماعه، احنا هنا فردناها في حاجه واسعه، فطلعت مننا رقيقه. احنا كنا حابين كده عشان تبقى رقيقه مش تخينه. لو انت عايزه تحطيها في حاجه يعني محكمه شويه عشان تبقى طبقاتها عاليه، ممكن تعملي كده. ممكن تحط عليها فانيليا، روح موز، الحاجات ديت الحاجات اللي انا انتوا حاطه حابين. فانيليا بس نسيت اصورها فعلا. انا حاطه كيس فانيليا. شفتوا بالشكل بقى؟ النهائي يا جماعه وهتحطوها في شوفوا. التلاجة بقى كام ساعه كده. شفتوا بقى بعد ما طلعت؟ شوفوا ما شاء الله شوفوا. شفتوا المطه دي؟ مطه الجيلاتين ومطه العسل ممكن تسموها الجلوكوز. قشطه، ممكن تسموها مارشميلو، زي اي حاجه، المارشميلو بتاع الاطفال. بس دي مسكره بقى. شوفوا حلوه ازاي.
بتمط جميله ازاي. جدا ما شاء الله، تحفه. يا ريت بقى تجربوها، كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. واللي تعجبكم ما اعملوا تنسوش لنا يا جماعه في لايك. التعليقات تقولوا لنا النتيجه طلعت معاكم ازاي. وما تنسوش يا جماعه تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه، تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. بأمر نسيبكم بقى الله. في رعاية الله وحفظه. مع السلامة. مع السلامه يا حبايبنا.